في فيديو النهارده هقول لكم على 4 أخطاء بنعتمد دايما نعملهم واحنا بنعمل الروتين بتاعنا. بجد العادات دي بتدمر المراتب وحاجات كتيرة عندنا أوي في الشقة، فيلا بينا نغير العادات السيئة دي لعادات صحيحة، بعادات صحيحة. تمام. عايزة اقول لكم ان العادات اللي احنا بنعملها خطأ دي بتكلفنا فيما بعد في المستقبل تكلفة عالية جدا. الخطأ الاول، مش معناه ان انتي ما عندكيش اولاد صغيرين او ولادك كبرت انك ما تحميش المراتب بتاعتك، سواء القطن او الميكروفايبر بمشمع او بالواقي. المشمع ده بيبقى بيجي من محل المفروشات، عرضه 160 والطول بتاعه بيبقى مترين. تمام. ومش غالي ابدا، بيجي بالاستيك بتاعه جاهز على التركيب على طول. لو انتي ما انتيش حابه تستخدمي المشمع الكاستور ده على المراتب بتاعتك، تقدري تستخدمي الواقي اللي بيجي جاهز العازل للميه. تمام. ده خطأ كبير جدا احنا بنعمله، ان احنا منحميش المراتب بتاعتنا بواقي او بمشمع زي ده. بجد عملي جدا جدا، بيحميلك المراتب بتاعتك سواء الفايبر او القطن ان منزلهاش اتربه كتير. تمام. وكمان بيحميها لك ان لو انت معاكي اولاد صغيرين ويعني لو هما بيعملوا على نفسهم حمام فبيبوظوا المراتب بتاعتنا. كمان هيحميلك المرتبه بتاعتك لو انتي لا قدر الله تعبانه وقمتي استفرغتي، يعني هتدوبك هتشيلي الملايه وهتشيلي الكفر المشمع بتاعك وهتمسحيه. انت كده حميتي المرتبه بتاعتك من اي ميه تقع عليها، وحميتي كمان المراتب بتاعتك من الاتربه. بجد حلو قوي قوي مشمع الكاستور، وعملي وسعره مش غالي. المتر وستين في طول 200 حاليا، ممكن تلاقيه ب200، بيجي جاهز على التركيب زي ما انتم شايفين. لو انت رشيتي ميه بيتمسح معاكي بكل سهوله. الخطأ التاني اللي كتير مننا او قوي بيعملوه، وبجد العادة دي سيئة جدا جدا، لو انت بتستخدمي معطر مفروشات او معطر جو وتعطري بيها المراتب بتاعتك، بجد بتدمر لك المراتب بتاعتك. الصحيح بقى ان انت تجيبي اي برفان انت بتفضليه وبتستخدميه عندك، وهتبداي ترشي بيه المراتب بتاعتك قبل ما تفرشي الملايات على السرير، تبداي ترشي بالشكل اللي انت شايفاه كده. انت بتحافظي على المراتب بتاعتك، ما تكمكمش وما تعكمش من المعطر الجو ده. خطأ كبير جدا جدا، ابعدي عنه. الخطأ بقى رقم 3، كتير مننا او بيقع في الخطأ ده، واحنا بنيجي ننضف الشبابيك بتاعتنا دايما بننضف بفوطه. ده بيأذي السلك بتاعنا، بيتقطع زي ما انتوا شايفين كده. انا حبيت ابين لكم ان ده خطأ كبير جدا، بيدمر السلك وبيكلفنا تكلفه جامده قوي، والاسعار الايام دي فوق الفظيع. الحاجه الصحيحه بقى انك تجيبي فرشه جاروف، او تجيبي بقى كده اي فوطه عندك مبلوله او فوطه ناشفه، هتبداي تمسحي بشكل بالراحه جدا على السلك بتاع الشباك بتاعك، ما تنفضيش عشان السلك ميقطعش. حافظي على حاجتك، ودايما كده صححي العادات السيئه بتاعتك بعادات صحيحه. انا عارفه ان في ممكن يكون عارف الافكار دي. الخطأ بقى الرابع، لو احنا عندنا كده اكل فايض وعايز يتصفى، في كتير مننا بيرمي الاكل بتاعه في الحوض، فده بيكتم الحوض عندنا وبيخلينا نتكلف بعد كده منتجات نسلك بيها الحوض. انت بقى لو عندك اي مصفى فيها سلك، هتجيبي كده الاكل اللي بايت عندك وهتبداي تصفيها بقلب المصفى كده بالشكل اللي انت شايفاه. بالشكل ده مفيش حاجه هتوصل للبلاعه بتاعه الحوض وتسدها لك وتكتمها لك وتستخدمي فيما بعد منتجات غاليه عشان تسلكي الحوض بتاعك. وزي ما انتم شايفين كده، بعد ما بتعملي كده الميه بتبقى سالكه وحلوه قوي. اتمنى ان الافكار دي تكون فادتك واستفدتي لو بحاجه بسيطه. لايك وشير وسبسكرايب لقناه، وانزلي تحت وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.